مرحبا بالجميع، معكم روميتو. عزيزي المتابع، الحقنا العراق انسرقت. نحن ما نعرف، نحن جيل جديد محتاجين إعادة تأسيس للحياة. ما أدري شو اللي حكيته هذا، بس محتاجين. أمس صورت لكم فيديو يشل واليوم مور. يعني كنت مصورت لكم أمس أخضر فأخضر، الحين purple في purple، يعني هذا اللون، يعني purple في purple. طيب أعزائي المتابعين، عن جد العراق انسرقت وإحنا ما نعرف. جهز لك يا عزيزي المتابع شي تاكله. اوكي، لا تقعد تعمل سبيد مالتبلاي 2. خد نفس وتابع، لانه اليوم قصتها كتير حلوة. طيب، هي قصة من التاريخ، في حبكات درامية تاريخية موجودة بالقصص اللي احنا بنحكيها. لازم يكون عندك صبر لتلقي المعلومات، مش سبيد مالتبلاي 2 تضل حاطط اصبعك هيك على الفيديو. لا، يعني خد استراحة هيك، تنفس. كله سكرولينج وكمان حاطط سبيد مالتبلاي 2. لا يا عمي، بالراحة. انهيل اكسهيل. اوكي، بجيب لك اشي تاكله، عشان انا جبت لي نفسي اشي اكله. مش معقول انا اجيب لنفسي اشي اكله واشربه وانت لا. لا، لازم انت كمان تاكل وتشرب معي. مش معقول يعني. معلش يا جماعة، منفعلة قليلا ان انا امس صورت لكم فيديو اخر، وبعدين لاحظت انه الحبكات الدرامية عملت لها سكيب عشان كنت مريضة. ف راحت هديك عارفين لما يكون في ضربة من التاريخ هيك، تعرفون لما تصير أشياء هيك أكشن في التاريخ، أنا نسيتها، فضاع الطعم تبع التاريخ. مرحبا بالجميع، معكم روميتو. في 10 أبريل 2003 قاموا مجموعة من اللصوص دخول متحف وطني بالعراق. طبعا هذا المتحف كتير كبير. طيب، وجواته كمية آثار من زمان، له من آلاف السنين هيك. تعرف أجداد أجداد أجدادك، أجداد 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 أجدادك لو أنت عراقي طبعا، أجداد 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 أجداد، طبعا هيك تضلك 60 سنة قدام عم تحكي هاي الجملة. لما كانوا عايشين زمان، أنت من هاي الآثار بتشوف إيش كانوا بيسووا، كيف كانوا عايشين، ومن الرموز والحركات تفهم كيف كانوا أجداد 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 إلى آخره، كيف كانوا عايشين. طيب، فهاي الأشياء تعتبر شيء مهم بالنسبة للعراقيين، يعني فاهمين، يعني بدنا نشوف أجدادنا كيف. أشياء مهمة الله، وطبعا بتكون مهمة للدولة والاقتصاد الدولة. إذا أنت عراقي لازم تكون دولتك فيها سياح كتار، عشان لما يكون في سياح بيكون في مدخول أكبر للدولة، فبتعيش حياة يعني مستقرة وجميلة. أوكي، بتكون في ناس تدخل لبلدك وبتدفع فلوس لتدخل البلد عشان بس تشوف هاي الآثار، فبتكون مهمة لاقتصاد الدولة، فبتفيدك أنت كواحد عراقي أو من أي دولة يعني يكون، لازم يكون فيها آثار. فعشان هيك الأمريكان ما عندهم تاريخ مثل الميدل إيست، فإيش بيسووا؟ بيحبوا إن هم يسرقوا التاريخ من الناس الثانية ويحطوه عندهم. فبدكم تشوفوا تاريخ العراق، تعالوا عنا. بدكم تشوفوا تاريخ مصر، برضو تعالوا عنا. بدكم تاريخ مين يا ترى؟ مين؟ الرومان، تعالوا عنا. إحنا عنا كل شيء. أنت بتلف كل الدول، بس تيجي عنا أنت بتكون لفيت كل الدول. طيب، طبعا هاي السرقة بتصنف من أكبر السرق اللي صارت بالتاريخ. حلو، كيف صارت هاي السرقة؟ أولا كان الموظفين أصلا اللي بيشتغلوا بالمكان، بيشتغلوا بالمتحف، كانوا عندهم إجازة لمدة يومين، فأخلوا المكان بالكامل. وكان هذا قبل ما بتجي القوات الأمريكية. حلو، قبل ما توصل القوات الأمريكية على بغداد، كانوا هم أصلا هذا المتحف كان ما فيه بشر. شو هاي السرقة السهلة؟ تخيلوا على مدار كم ساعة تمت سرقة المتحف؟ على مدار 36 ساعة. 36 ساعة ما كان في أي حدا بيجي على هداك المكان، على هذا المتحف، وكانوا كل هذا الوقت عم بسرقوا في التحف الأثرية وهكذا. وطبعا لما اجوا الموظفين بعد 36 ساعة وما فوق، وقتها أظهروا شجاعتهم للحفاظ على أكبر قدر ممكن من تراث بلدهم، فنقلوا وخزنوا 8366 قطعة أثرية. لكن تم سرقته كان أضعاف هذا بكتير. كان العدد
عبارة عن 15,000 قطعة أثرية تمت سرقتها من هداك المتحف. متخيلين الرقم ولا لا؟ كل هاد أشياء أعمارها آلاف السنين تمت سرقتها، والغريب إنه تم سرقة كل هالعدد ب36 ساعة بس. طبعا بعد السرقة هذه تم تجميع واستعادة 7,000 قطعة بس، منهم 8,000 لسه ضايعين ما حد يعرف عنهم إشي. وطبعا زي ما حكيت لكم هاي أعمارها بآلاف السنين. يعني مثلا عندك آثار مش بس من العراق، من مواقع مختلفة بالشرق الأوسط كانت موجودة بالمتحف. يعني المتحف هذا مش كان فيه بس آثار العراقيين أو للعراق بس، لا كان فيه مثلا من مصر، كان فيه من مواقع مختلفة بالشرق الأوسط كانت موجودة. لأنه طبعا زمان كان دائما بيتاجروا المصريين القدماء مثلا بيتاجروا مع الأرمنيين وهكذا. يعني مثلا في قطعة مفقودة عبارة عن حجر أسود على شكل بطة صنع في عام 2007 قبل الميلاد. أنا تقريبا حطيت لكم صورتها. طيب، وقطعة ثانية عبارة عن وعاء مخدد من الذهب واللازورد، مقبرة ملكية في المدينة نفسها. ومجموعة المتحف تضررت، اللي كانت تتضمن أختام أسطوانية كان استخدامها لطبع الصور على الصلصال، وهدول اتضرروا بشكل خاص. وطبعا بعد ما تمت هاي السرقة الكبيرة سكر المتحف وتمت إعادة فتحه بعام 2014، بس طبعا ما كان فيه هديك الآثار اللي كانت موجودة فيه زمان. طيب، تقريبا يعتبر فاضي مقارنة بما كان عليه سابقا أصلا. يعني كان هذا المتحف بما إنه سرقت منه 15,000 كان أكيد ما في مكان فاضي بالمتحف هيك من كتر الآثار اللي فيه. فتخيلوا قديش هيكون فاضي بعد ما فتحوه ب2014. أكيد هيكون تقريبا يعتبر ما فيه أي شيء مقارنة بما كان عليه بالسابق. طبعا العالم كان غاضب من هذا الشيء، مش بس العراقيين. تمت سرقة حضارة قديمة عمرها بآلاف السنين. هذا قاد لإجراءات فورية، كان برنامج ناجح من السلطات لأنه بعدها استعادوا 2000 قطعة، وال1000 الباقية حصلوا عليها المحققين العراقيين والأمريكيين. بعض القطع الباقية لقوا منها عدد هائل منقول للخارج عبر لندن ونيويورك. It's okay. زي تمثال مشهور كتير بيسمى سرجون الثاني ملك آشور، هذا كمان لقوه بنيويورك. والمرعب أكتر آخر 2017 أظهرت التحقيقات تقييم واقعي بأنه ما يزيد عن 100,000 قطعة أثرية بتباع على الإنترنت يوميا، والمرجح أنه أكثر من 80% يا مزيف يا مسروق. انتوا متخيلين؟ وإجمالي مبيعات هذه القطع وصلت ل10 ملايين دولار. طيب 10 ملايين دولار على مدار كم سنة؟ على مدار يوم واحد بيكسبوا 10 مليون دولار بيوم واحد. بس مش أوكي أبدا. مش بس العراق، في سوريا وليبيا كمان. إذا بدكم احكولي أوكي سوي عنهم فيديو. بس تخيل طول الفيديو أكلت 2 بس من هذه. تخيلين ما حكي لكم جهزوا وما ادري ايش، وانا اصلا بالنهاية اكلت 2. بس اوكي، بس لسه في مونتاج الحمد لله. بس شكرا انك عطيتني من وقتك الثمين، وباي باي، مع السلامة.